اللي حصل ان المصمم كان بيتحكم في عينك. ايوه بيتحكم فيها حرفيا. والفرق بين السؤالين هو الفرق بين تصميم عادي وتصميم بريميوم، لان الاحتراف مش في كمية الشغل، الاحتراف في جودة القرارات. طيب دلوقتي بقينا عارفين 3 قرارات: فين تبدأ العين، تمشي ازاي، وايه اللي لازم يختفي. لكن لسه في سؤال اهم من ده كله، هو ان المصمم المحترف جاب القرارات دي منين؟ شايف التصميمين دول؟ واحد منهم اتعمل ب 300 جنيه والتاني ب 3000 جنيه. عايزك دلوقتي ومن غير تفكير كتير اختار مين في رأيك الأغلى. خدت قرار؟ خليه في دماغك ومتغيروش دلوقتي. عارف ايه المشكلة؟ ان اغلب المصممين اول ما يشوفوا مقارنة زي دي يبدأوا يدوروا على الحاجات اللي اتعملت اكتر، فيقولك اكيد ده في افكتات اكتر، او اكيد استخدم فونت احسن، او يمكن معمول بفوتوشوب بطريقة احترافية اكتر. لكن ولا حاجة من دي هي السبب الحقيقي. خليني اقولك حاجة يمكن تغير لك الطريقة اللي بتشوف بيها اي تصميم بعد النهاردة. المشكلة عمرها ما كانت في الفوتوشوب ولا اي برنامج تاني، لان الاتنين دول ممكن يكونوا معمولين بنفس البرنامج وبنفس الادوات، وممكن حتى المصمم يكون عارف يستخدم كل ادوات الفوتوشوب في الحالتين، ومع ذلك واحد فيهم شكله ب 300 جنيه والتاني ب 3000. ففي الفيديو ده مش هعلمك تول جديدة ومش هفتح فوتوشوب من أول دقيقة، احنا هنعمل حاجة أهم بكتير. هنفك التصميم البروفيشنال قطعة قطعة ونشوف ايه القرارات اللي خلت عينك تحس انه أغلى حتى لو انت مش عارف تشرح السبب. دلوقتي قبل ما أقولك مين الأغلى خلينا نسأل سؤال تاني. انت لما اخترت بناء على ايه؟ يمكن قلت الوان احلى، او الفونت شكله احترافي، او حتى الايمج جودتها اعلى، او في افكتات اكتر. ودي تقريبا اول حاجه اغلب المصممين بيفكروا فيها. بس خلينا اطلب منك حاجه، محتاجك تعمل ديليت لكل التفاصيل دي من دماغك وتشوف التصميمين مره تانية. لكن المره دي ما تبصش على الفونتات ولا الالوان ولا حتى الافكتات، انما راقب حاجه واحده وهي عينك. عايزك تقول لي دلوقتي اول ما شفت التصميم عينك راحت فين. ولو قلت لي مش عارف فده طبيعي، لان عينك خدت القرار ده في اقل من ثانيه ومن غير ما تاخد بالك. طيب شوف ده، قبل ما تقرا اي كلمه وقبل ما تشوف الالوان وقبل حتى ما تعرف التصميم بيتكلم عن ايه، انا هقول لك عينك راحت فين. راحت هنا. طب واشمعنى هنا؟ مع ان مفيش فلتر مخفي ومفيش بلجن عامل المعجزه، كل اللي حصل ان المصمم خد قرار خلى عينك تشوف العنصر ده الاول قبل اي حاجه تانية. وده قبل ما يكون اسمه الفيجوال هيراركي، هو ببساطه انك بتقرر المشاهد يشوف ايه الاول. لما القرار ده يبقى تمام التصميم كله بيبدا يخليك تشوفه انه اغلى. دلوقتي احنا عرفنا ان عينك راحت لنقطه معينه. السؤال بقى، هي راحت هناك ليه؟ هل علشان العنصر ده معمول بإفكت معين؟ اكيد لا. طب هل علشان الخط غالي؟ برضه لا. اللي حصل ان المصمم كان بيتحكم في عينك. ايوه بيتحكم فيها حرفيا. هو كان عارف اول حاجه لازم تشوفها، وبعدين ايه الحاجه اللي عينك لازم تروح لها بعد كده، وبعدين الات ذا مومنت اللي تاخد فيها القرار. يعني قبل ما يفكر التصميم هيبقى شكله حلو كان بيفكر المشاهد هيمشي جوه التصميم ازاي. خلينا نجرب حاجه. شوف كده التصميم الاول غالبا مش عارف تبدا منين. عينك بتلف، كل حاجه تقريبا بتشدك في نفس الوقت. لكن هنا من اول ثانيه في عنصر واحد قالك ابدأ من هنا، بعده مباشرة العنصر الثاني، وبعدين الثالث، وبعدين السي تي اي. ودي اكيد اول مرة تلاحظ ان التصميم ممكن يشتغل زي الطريق. فعايزك تتخيل معايا كده انك داخل مول لاول مرة. لو كل المحلات بتنادي عليك في نفس اللحظة اكيد طبعا هتحس انك بتتشتت. لكن لو في يافطة واضحة وممر واضح هتمشي من غير حتى ما تفكر. وده بالظبط اللي بيعمله المصمم المحترف. هو مش بيحط عناصر احلى، انما هو بيرتب رحلة عينك. والرحلة دي لها اسم، هو الفيجوال هيراركي. وده يمكن من أهم المبادئ اللي بتفرق بين مصمم بيعرف يستخدم الفوتوشوب ومصمم بيعرف يصمم. لكن خلي بالك، ناس كتير فاكرة إن الفيجوال هيراركي معناه تكبر العنوان وتقف، وده أبعد حاجة عن الحقيقة. لأن في سؤال أهم، لو أنا قلت لك دلوقتي غير الفيجوال هيراركي في تصميمك هتبدأ تغير إيه بالظبط؟ قبل ما امشي معاك خطوة بخطوة تعالى ننسى التصميم البروفيشنال دلوقتي ونشتغل على التصميم ده. لو سألتك ايه هي اول حاجة المفروض المشاهد يشوفها هتقول لي ايه؟ هتقول لي لو التصميم اعلان يبقى غالبا العنوان. طيب شوف كده، هل العنوان فعلا هو اول حاجة عينك راحت لها، ولا في عناصر تانية خدت الانتباه قبله؟ وعلشان نفهم اكتر خلينا نفتح الفوتوشوب ونحلل التصميم مع بعض.
لو هنتكلم على العنوان ففي الغالب مش هو أول حاجة عينك راحت لها، ولو فعلا عينك راحت عليه أول حاجة فأكيد العنصر ده وده لفتوا انتباه. وبرضه لو انت عينك متدربة على تصميم كتير فأكيد خدت بالك إن الألوان باهتة وداخلة على بعضها، ومشكلة الألوان دي لوحدها تقتل شغلك. لكن علشان ده مش موضوعنا النهاردة فخلينا نشوف التعديلات التانية. شوف كده، هنا الصورة ضعيفة جدا واللون هنا باهت واللوجو ده واخد اهتمام اكبر من العنوان، وده واخدين مساحة على الفاضي. كل عنصر من دول مش غلط، لكن لما كل واحد فيهم يقول للمشاهد شوفني انا الاول، المشاهد في الاخر مش هيشوف حد فيهم. وده واحد من اكبر الاخطاء اللي بشوفها في تصاميم كتير. المصمم بيحاول يخلي كل حاجة مهمة وفي الاخر ولا حاجة بتبقى مهمة. خلينا ناخد قرار واحد لا غير، هنكبر العنوان وهنشيل ده وده، هنقلل حجم اللوجو. وزي ما قلت لك علشان الالوان مش موضوعنا النهارده خلينا نعمل ايديت سريع عليها. بعد التعديلات دي ومن غير ما اضيف اي حاجه عايزك تقارن بين قبل وبعد. احنا تقريبا ما عملناش اي حاجه، ولا استخدمنا بلجن ولا افكت جديد. كل اللي عملناه اننا خدنا قرار مين يتكلم الاول، ودي نقطة مهمة جدا. المصمم البروفيشنال مش بيبدأ يفكر اضيف ايه، هو بيبدأ يفكر ايه اول حاجة لازم المشاهد يشوفها. طيب عرفنا اول قرار، لكن حتى لو عين المشاهد راحت للعنوان ايه اللي يخليه يكمل قراءة؟ وهنا بيجي القرار التاني. دلوقتي احنا خلينا عين المشاهد تروح للعنوان، لكن هل ده كفاية؟ اكيد لا، لان المشكلة مش ان عينه تروح لأول حاجة، المشكلة انها ما تقفش عنده. ولو وقفت هنا التصميم فشل، ولو راحت في اتجاه عشوائي فبرضه فشل. التصميم البروفيشنال بيتعامل مع عين المشاهد كأنها في رحلة، كل محطة لازم تودي للمحطة اللي بعدها. فعين المشاهد هنا هتروح للعنوان، وبعدين الصورة، وبعدين المعلومة اللي المشاهد هيطلع بيها، وبعدين السيتي ايه لو موجود. ففكر فيها كأنك بتحكي حكاية، فما ينفعش تبدأ بالنهاية وبرضه ما ينفعش تقول كل حاجة في نفس الوقت. التصميم برضه لازم يعرف يحكي. شوف، أنا مش هغير اللون ولا الخط ولا الإيمج، أنا هغير حاجة أبسط من كده. المسافة هنا وهنا، وبرضه هقرب أي حاجة ليها علاقة ببعض. لو تاخد بالك دلوقتي عينك تقريبا بقت تعرف لوحدها تمشي فين، وده من أكتر الحاجات اللي بتفرق ما بين واحد مبتدئ ومحترف. المبتدئ بيتعامل مع المسافات كأنها فراغ، لكن البروفيشنال بيتعامل مع المسافات كأنها بتوجه العين. فيا ريت تاخد دي قاعدة وتشتغل بيها بعد كده. في أي تصميم المسافة مش مكان فاضي، إنما هي قرار. فكل بيكسل زيادة بيغير الطريقة اللي التصميم بيتقرأ بيها، وده السبب إنك ممكن تشوف تصميمين نفس الخط واللون والصورة، لكن واحد فيهم مخليك تشوفه إنه غالي والتاني تشوفه إن في حاجة غلط. والمشكلة إن أغلب المصممين بتحاول تصلح ده بإضافة عناصر جديدة، مع إن الحل كان مجرد إعادة ترتيب الموجود. لكن في قرار أخطر من كل اللي فات، قرار ممكن يخلي التصميم بريميوم حتى لو استخدمت أقل الأدوات. لحد دلوقتي احنا عملنا حاجتين، خلينا المشاهد يعرف يبدأ منين وخلينا يعرف يكمل ازاي. لكن لسه في مشكلة، تفتكر ايه هي؟ هي ان اغلب المصممين لما يحبوا يطوروا التصميم يفكروا في سؤال واحد، اضيف ايه؟ لكن المصمم المحترف غالبا بيسأل سؤال مختلف تماما، وهو اشيل ايه؟ والفرق بين السؤالين هو الفرق بين تصميم عادي وتصميم بريميوم. تعال نجرب، انا مش هضيف اي عنصر جديد. شوف كده، العنصر ده هل فعلا بيساعد الرسالة؟ شيله. وده هل لو شلناه هيحصل حاجة؟ شيل. كل مرة بنشيل حاجة في حاجة تانية بتبان أكتر. طيب ليه؟ لأن الانتباه مورد محدود، كل عنصر بياخد جزء منه، ولما تحط عناصر كتير كل واحد فيهم بيسرق من التاني. فتخيل إن في 4 أشخاص بيكلموك في نفس الوقت، هتفهم مين؟ أكيد ولا حد فيهم.
لكن لو شخص واحد بس بيتكلم معاك اكيد طبعا هتركز معاه وبكل سهولة كمان، وده بالظبط اللي بيحصل جوه التصميم. كل عنصر لازم يكون عنده وظيفة. لو العنصر مش بيشرح ولا بيوجه ولا بيبيع ولا حتى بيساعد الرسالة، يبقى غالبا وجوده بيضر مش بيفيد. وعلشان كده المصمم المحترف مش بيحكم شغله بعدد العناصر، انما هو بيحكم بوضوح الرسالة. ولو الرسالة وصلت يبقى التصميم نجح حتى لو كان بسيط جدا. وده السبب انك ممكن تشوف تصميم شكله بسيط جدا لكن اول ما تبص عليه تحس انه معمول باحتراف، لان الاحتراف مش في كمية الشغل، الاحتراف في جودة القرارات. طيب دلوقتي بقينا عارفين 3 قرارات: فين تبدأ العين، تمشي ازاي، وايه اللي لازم يختفي. لكن لسه في سؤال اهم من ده كله، هو ان المصمم المحترف جاب القرارات دي منين؟ فاكر اقول ده في الفيديو لما قلت لك في تصميم ب 300 جنيه والتاني ب 3000 جنيه؟ دلوقتي شوفهم تاني، لكن المرة دي ما تشوفهمش كمصمم، شوفهم كأنك أول مرة تشوفهم. عينك راحت لفين؟ بدأت تقرأ منين؟ حسيت إن التصميم خدك في رحلة ولا رماك في قلب كل حاجة مرة واحدة؟ دلوقتي أعتقد إنك خدت بالك من حاجة. احنا طول الفيديو تقريبا ما اتكلمناش عن الفوتوشوب ولا حتى اتكلمنا عن البرش ولا فلتر ولا أي تول جديدة، وبالرغم من كده التصميم بقى أحسن. تفتكر ليه؟ لأن المشكلة ما كانتش في البرنامج، المشكلة كانت في القرارات. قرار مين يتشاف الأول، قرار مين يتشاف بعده، قرار اللي يفضل وإيه اللي يختفي. وأعتقد إن دي أهم جملة ممكن تطلع بيها في الفيديو ده، وهي إن كل مصمم بيعرف يستخدم فوتوشوب لكن مش كل مصمم بيعرف ياخد قرار. ممكن 2 يعرفوا يستخدموا نفس البرنامج ونفس الأدوات، لكن واحد فيهم بيعمل تصميم والتاني بيبني تجربة بصرية. ومن دلوقتي كل تصميم تعمله قبل ما تسأل نفسك أضيف إيه، اسأل هل أنا باخد القرار الصح ولا لأ، لأن السؤال ده لوحده هيغير مستوى شغلك. لكن في مشكلة، القرارات دي مش بتيجي بالمشاعر ولا بالحظ ولا بكتر استخدام الفوتوشوب. المصممين المحترفين عندهم طريقة بيفكروا بيها قبل ما يحركوا أول عنصر. طيب إيه الطريقة دي؟ ده هيكون موضوع الفيديو الجاي. متنساش بقى تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة، ولو الفيديو غير طريقة نظرتك فعلا للتصميم اكتب لي في التعليقات ايه أول قرار اكتشفت انك كنت بتاخده غلط، واشوفك في الفيديو الجاي.